الريش الضاني وجمالها وطعمتها وحلاوتها. ما تيجوا نعمل طاجن ريش بالبطاطس، واوعوا تفوتكم الوصفة عشان خاطر هو ده وقتها. وعيد اضحى مبارك عليكم وعلى الامة الاسلامية اجمعين. جمال الطبق ما شاء الله بيتكلم على نفسه. وكمان هتاكلوا حبة خضار وحبة بطاطس تحت الريش. ما اقولكمش على الجمال وعلى الطعم. انا كمان وريتكم الشكل اهو، وهتجربوا الوصفة وهتعجبكم ان شاء الله. طاسة على النار، وهنزل عليها بمكعبين زبدة او بمعلقتين زبدة كبار. وفي الوصفة دي انا هستخدم كيلو من الريش. وهنزل على الزبدة بقطع الريش الضاني. وممكن كمان تستخدمي اي قطعة لحم انت بتفضليها، بس هنتك عليها شوية في السوا داخل الفرن. زي ما انتوا عارفين ان الريش الضاني دي يا دوبك بتاخد تشويحة كده من ناحيتين وبتلاقيها استوت على طول. وهتبلها برشة فلفل اسود كده من على كل جهة عشان خاطر الزفارة بس مش اكتر. والتوابل دي هنحطها شوية قدام. وبعد ما خدت صدمة هنقلبها على الناحية التانية عشان المسام بتاعتها تتقفل وما تنزلش البروتين وتنزل ميه في الطاسه. وبعد كده هرجع اشوحها واقلبها على الناحيه التانية لغايه اما تاخد معانا لون. ودي رشه الفلفل الاسود اللي على الناحيه التانية. وهنقلبها ونتاكد ان هي خدت معانا لون التحمير اللي احنا عايزينه. خلاص كده تمام وفل قوي. هنبتدي نشيلها من الطاسه، هي كده مستويه حوالي 80 او 85%. وبعد ما اشيل الريش انا هشتغل في نفس الطاسه بنفس الزبده بتاعتها والدسم اللي نازل فيها. هزود بس مكعب زبده، وهدي النار شويه عشان الزبده ما تتحرقش. معايا هنا بصلتين متقطعين جوانح او متقطعين شرايح، هنشوحهم مع بعض شويه. ومعايا 4 جزرات، قطعت جزرتين شرايح بالطول وجزرتين التانيين قطعتهم بالعرض كده زي ما انتوا شايفين. هديهم كمان تشويحه مع البصله. معلش بقى انا عايزه اقول لكم ان المرحله اللي جايه دي فيها تقليب كتير، بس انا والله قصيت من الفيديو على قد ما اقدر عشان خاطر ما تزهقوش من الفيديو. وكمان معايا نص كيلو بطاطس مقطعه شرايح. ونرجع نقلب 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 لغايه اما نشوف بقى الموضوع ده هيوصل معانا لغايه فين. وهنزل على البطاطس الجزر بوحدتين فلفل حامي وواحده فلفل رومي متقطعه قطع صغيره. ونرجع نقلب تاني من اول وجديد. والفلفل الحامي ده اختياري، ممكن تستغني عنه. وهنزل عليهم بمعلقه ملح صغيره. ما خدوا بالكم ان المعلقه اللي انا بشتغل بيها دي المعلقه الصغيره بتاعه التوابل، لحسن تحطوا معلقتين صغيرين وتلاقيها حدقت معاكم. ونص معلقه صغيره فلفل اسود. وورقتين 3 من ورق اللورة. وهنرجع تاني نقلب نقلب لغايه اما يبان لنا صاحب. وكمان هنزل عليهم بربع كيلو طماطم متقطعين جوانح. وهنرجع نقلب تاني. اوعي يا اختي تزهقي من التقليب ده، احنا لسه مشوارنا طويل، بس خليكي معايا لاخر الفيديو. وخلاص كده واخيرا الخضار خد التشويحه التمام. هبتدي اشيل بقى الجزر الشرايح الطويله اللي انا عاملاه، لان دوت اللي احنا هنزين بالطاجن. وكمان هنا معايا طماطمايه متقطعه جوانح، وكمان واحده فلفل متقطعه شرايح بالطول هنزين بيها الطاجن. خلاص كده تمام فله. معايا طاجن انا سايباه على نار هاديه يسخن. هنزل بيه على الخضار، او هنزل على الخضار فيه، معلش انا متلخبطه شويه. وكمان في الوقت دوت انا مشغله البوتاجاز سايباه يسخن. بصي يا ست الكل على الحركه اللي انا هعملها ديت. انا هجمع الخضار كله في وسط الطاجن بحيث ان هو يكون شكله هرمي عشان اعرف ارص حواليه الريش الضاني. وفي نفس الطاسه هنزل بكبشتين من الشوربه السخنه واقلبهم كويس واتاكد ان اي حاجه في الطاسه تفك معايا، دي اللي هتدي طعم حلو قوي للطاجن. وهنزل كمان بمعلقه كبيره من البابريكا
ونص معلقه صغيره من البصل البودر، ونص معلقه صغيره من الثوم البودر، ورشه من الجنزبيل، ومعلقه زيت، ونص معلقه صغيره من الملح، ورشه فلفل اسود. هنقلب بقى كل الحاجات الحلوه دي مع بعض. انا مش عارفه ليه يا جماعه البصل البودر والثوم البودر اليومين دول بيمسك زي ما انتوا شايفينه كده، مش عارفه تقريبا بيحطوا عليه نشا او حاجه. يعني انا بستغرب اول لما بنزله على حاجه سخنه بلاقيه راح عامل كلكيعه كده على طول. بس انا هفضل وراها لغايه اما تفك. خلاص كده الصوص اللي احنا عملناه جاهز. هنزل عليه بالريش الضاني وهديهم مع بعض كده تقليبه يا دوبك، يعني الريش الضاني تتغلف من ناحيتين بالصوص دوت، وهشيلها على طول. ها الدنيا ماشيه معاكم تمام لغايه دلوقتي؟ انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه اهو. اي حد عنده سؤال او استفسار يكتبهولي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليه. وممكن كمان اقولك على فكره تانية حلوه قوي، من غير طاجن ومن غير خضار ومن غير اي حاجه، احنا ممكن تعملي نفس خطوات الريش اللي احنا عملناها في الاول دي، نشوحها ونعمل لها الصوص دوت وننزل عليها بالريش ونخليها تغلي كده من كل ناحيه دقيقتين 3، وتقدميها وترش على وشها حبه بقدونس كده مع رز ابيض، هيكون في منتهى الجمال. خلاص كده هنزل بقطع الريش على الخضار. شفتوا بقى الطريقه اللي انا بقول لكم عليها؟ عشان خاطر كده انا عملت الخضار بشكل هرمي عشان اعرف ارص حواليها. اللهم صل على النبي. قطع الريش هزينها بشرايح الجزر الطويله اللي انا كنت سايباها على جنب، وكمان بقطع الطماطم. انا عايزه اقول لكم ان في الوقت دوت انا كمان سايبه الطاجن على النار، يعني انا مهديه النار عليه بحيث انه يدخل معايا الفرن ما ياخدش معايا وقت. وقطع الفلفل انا زي ما انتم شايفين كده انا مقطعه الحاجه كلها شرايح بالطول. وطبعا الشكل الجمالي والتزيين ده لعبتك انتي، يعني لو انتي هتقدمي الطاجن زي ما هو كده على السفره، يا دوبك حبه رشه بقدونس كده من فوق الوش هيكون في منتهى الجمال. لو حابه تقدميه بقى مع رز بسمتي او رز ابيض هتشوفي برضو في الاخر انا مقدماه ازاي. وهنيجي بقى لاهم حاجه في الطبخه بتاعتنا، حبه الصوص الجمال اللي متبقيين دول هننزل عليهم بوش الطاجن، دول اللي هيدوا اللحمه لون جميل كده لما تدخل الفرن. خلاص كده الطاجن جاهز، هدخله الفرن لمده من ربع ساعه لتلت ساعه لغايه اما اللون يحمر معانا وابتدي اخرجها. زي ما انتم شايفين ما شاء الله طالع في منتهى الجمال، وما اقولكمش الريحه عامله ازاي. رشه بقدونس كده، لو حابه تقدميه بالطريقه دي براحتك، لو حابه تقدميه بالطريقه ديت زي ما انا عامله كده، حطيت طبق ورز بشعريه وحبه الخضار والريش. انا مش عايزه اقول لكم والله على الجمال والطعامه والحلاوه بتاعه الطاجن ديت. هتجربوها وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو، ودعوه كمان حلوه منكم، واشوفكم على خير ان شاء الله، وعيد سعيد عليكم، والسلام عليكم.